السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالفراخ. فعلا صدق اللي قال مين فات قديم وتاه. الطريقة التقليدية الأصلية اللي بنعملها على طول ما بتتغيرش، اللي أمي وأمك وجدتك وجدتي كانوا بيعملوها. أول حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناة ونبتدي مع بعض الوصفة. هنا أنا عندي ايه، بصلاية بشرها، حطيت شوية فلفل وشوية كمون وملح وقلبتهم مع بعض كده. انا هنا عندي 3 وراك طبعا مغسولين كويس قوي ومنقعاهم في ملح وخل وليمون وكله عشان ينضفوا، وشلنا الحته اللي هي بتبقى فيها الزفاره طبعا، ورحت سبتهم مصفيين. وهنا بقى بجيب البصله اللي انا لسه عاملاها من شويه، بدخلها تحت الجلد كده واتبل بيها الفراخ بتاعتي، بتبلها كويس قوي. دي اسرع صينيه بطاطس يعني ممكن تتخيلي. تبلتها وسبتها لحد ما قطعت البطاطس وعملت الطماطم وظبطت، وجبت هنا المقلايه. طبعا انتوا شايفين المقلايه بتاعتي صغيره على ال3، بس انا عايزه اديلها صدمه، بس يعني انا مش بحمر، انا بس عايزه اديلها صدمه. انا بدي للفراخ صدمه لان انا ما بحبهاش احطها نيه كده مع البطاطس، بحب ان تبقى متاخده صدمه شويه، ما اعرفش ليه. فكره انها نيه مع صينيه البطاطس ما بحبهاش. في ناس بتحب تعملها كده بس انا ما بحبهاش بصراحه، وانا ما اعرفش بطول في الكلام ليه. انا بحاول والله اختصر لكم على قد ما اقدر، علشان انا عارفه ان احنا بنحب الفيديوهات السريعه كده اللي تجيب لنا الوصفه من الاخر. نعمل بقى الصينيه. انا عندي بصلتين وسط مقطعاهم دواير، وعندي فلفل رومي ممكن تحط حراق، وعندي طبعا هنحط رشة الملح ورشة الفلفل. في بيحطوا 7 بهارات بس انا ما حطيتش في دي 7 بهارات، ممكن تحطيها بتبقى جميلة جدا. وطبعا عندي بابريكا هنا مدخنة بتدي لها نكهة وطعم رهيب. وعندي طبعا توم، كان عندي توم مدقوق، انا بحب احطه متقطع بس انا بقول لكم دي وصفة المستعجلين. كان عندي التوم مدقوق فجبت معلقة وحطيتها. صينية البطاطس بتحب التوم يا جماعه. وهنا عندي 3/4 كيلو بطاطس طبعا متقشر ومغسول كويس، وزي ما انتوا شايفين حطيتها وقلبتها كويس مع البصل ومع الفلفل. بنقلبهم كويس وبنسويهم. قطعي البطاطسايه سمكها تخين شويه علشان يعني ايه ما تتهراش عبال ما الفراخ تستوي. هنا انا عندي الطماطم يا جماعه. الطماطم لما باجي اعملها بحب ان انا احطها على النار شويه واضربها بعد كده في الخلاط، عشان كده تلاقيته ان زي ما يكون هي سخنه، بس هي فعلا سخنه تمام. واحط الفراخ بعد كده فوق الوش وهزودها معايا. طبعا البهاريز دي لازم تشال، ده اهم حاجه عندنا بتدي طعم تمام. هزودها طبعا صلصه زي ما نحب، وعندي شويه ميه، هنحط شويه ميه، اكتر من كده ما بحطش. وصفه سهله وسريعه وبتخلص لنا الدنيا. طبعا الموظفين اللي بيبقوا مستعجلين وعايزين حاجه بسرعه عشان اولادهم، طبعا انا ما كانش فيه اسرع من والدتي في الطبيخ. كانت معرفش بتطبخ ازاي يا ماما، لحد دلوقتي معرفش، بس تعمل لك الوصفه اللي تاخد مننا ساعات في نص ساعه، لان هي كانت موظفه والموظفين بيعملوا بسرعه، ربنا يعينهم ويكون معاهم. طبعا انا حطيتها هنا على عين وهسيبها لحد هنا اما تستوي معايا، وبعد ما تستوي هحطها على الشوايه. طبعا بالملح بنظبط الملح بتاعنا، ونحط رشه السكر اللي بنحطها دايما معانا عشان خاطر الحموضه بتاعه الطماطم. دوقي الملح بتاعك. انا حطيت في البصله اللي انا تبلت بيها الفرخه ملح، بس طبعا هتشرب من الملح بتاع الصلصه ده، فزودي الملح شويه ودوقيها برضو. طبعا هنا بعد ما خلصت معايا انا سويتها على النار، وبعد كده دخلتها على الشوايه تاخد اللون ده بس كده. طبعا رز بشعريه حبيبنا. اتمنى ان الوصفه تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.